مرحبا بكل متابعين قناة طبخاتنا، إن شاء الله الكل بخير والسلامة. ووصفتنا اليوم المدقوقة، حلوى التمر من التراث العراقي. حلوى جدا طيبة ومفيدة ومغذية، بيها فوائد التمر وفوائد السمسم. تابعوا الفيديو للنهاية. أنا عندي تمر نوع الزهدي، هذا شكله. راح أبدي أشيل من عنده النوى وأنظفه حتى يكون جاهز للفرن، وراح أكمل كل كمية التمر اللي عندي وأصفيها وأرجع لكم. وبعد أن كملت هسه راح أبدي أشغل المفرمة الكهربائية وأبدي أنزل التمر وجبة وجبة. إذا ما متوفر عندكم ممكن تشتغلون بالمفرمة اليدوية، ولو متعبة تعطي نفس النتيجة. وهذه الوجبة الأخيرة. وأطفيها وأبدي بالخطوة الثانية. هنا عندي كوبين سمسم راح أسهيه على نار وسط، وطبعا مع التقليب المستمر إلى أن يتحمص السمسم عندي بشكل كامل، بحيث ما تبقى ولا سمسماية ما محمصة، وكله ياخذ لون واحد. السر اللي يخلي المدقوقة طعمها طيب ومميزة وبارزة نكهتها هو السمسم المحمص اللي نضيفه للعجينة مال التمر. هنا بدأ يتغير لون السمسم وياخذ اللون الذهبي. طبعا مستمرة بالتقليب حتى ما يحترق، واهم شي يتوحد كل لون السمسم. شوي شوي بدأ يغمق اللون. باقي شوية وأطفي عليه النار. نهاية السمسم وكملت، راح أخذ من عنده جزء أغلف بيه كرات المدقوقة، والجزء الباقي راح أدقه بالهاون. عندي هذا الهاون اللي راح أدق بيه السمسم. أخذ شوية شوية وأبدي أدقه. السمسم ما أريد أطحنه بالماكينة، لا أدقه بحيث السمسماية الوحدة تتكسر. هنا راح يبدي السمسم يطلع الدهن البي أو الزيت، وتبرز نكهته أكثر. أحب أعتني بفقرة السمسم لأن هي أساس الطعم والنكهة للمدقوقة. مثل ما تشوفون هنا عندي السمسم وصل لهذا القوام، وراح أفرغه بالكاسة وأرجع أضيف الوجبة الثانية. وما راح أطول عليكم، راح أقطع التصوير أكمل وأرجع لكم. هنا عندي عجينة التمر راح أضيف عليها السمسم وهو دافي، وأبدي أعجنها شوية قاسية عجينة التمر. أحاول أجانس السمسم ويا التمر. لميتها وأبدي أكورها. اللي متعودين عليه المدقوقة تشكل كرات بهذه الطريقة، وبعدها أغلفها بالسمسم. بدون إضافة هيل، بدون إضافة أي منكهات، فقط السمسم.
وأشيل القطعة الثانية. راح أشكل باقي العجينة بنفس الطريقة. وكملت العجينة مال المدقوقة وكورتها بهذه الطريقة، وصارت عندي كمية وفيرة ما شاء الله. طيب مدقوقة ممكن تجربوها على هذه الطريقة. وهسه راح أخذ كم قطعة منها أضيف عليها الراشي، يعطيها طعم كلش طيب ومميز. حلوة طيبة وخاصة بالشتاء ومغذية، وطبعا تصلح ضيافة في الشي راقي تقدم للضيوف. وأتمنى عجبكم الفيديو اليوم وتطبقوا بألف صحة وهنا، ويا ريت ما تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، أكون ممنونة منكم وسهمكم العافية. تحياتي.